السلام عليكم، اهلا بكم من الغيط. النهارده المفروض الجمعه، وامبارح يعني منطقي جدا كان الخميس. المفروض يوم الخميس ده اليوم اللي برجع فيه من سكن الكليه وبرجع على البحيره. وكعادتي يعني يوم الجمعه او الخميس لما برجع البحيره بروح الغيط اصور يعني، وبحب جدا وقت الغروب. فامبارح وصلت متاخر من اسكندريه، وصلت بعد المغرب، فما لحقتش وقت الغروب خالص يعني، فقلت مش مشكله اجي الجمعه. الغيط يعني والاراضي والحقول الخضراء دي فيها دفء مش طبيعي، فيها دفء وهدوء مش طبيعي بجد، بعيد بقى عن ضغط الحياه وبعيد عن كل حاجه يعني تقليديه. فانت وانس ان انا باجي هنا بحس ان انا يعني بروح في عالم تاني، هدوء يعني ما بعده هدوء. غير كده يعني انا بحب اجي هنا عشان التصوير، فالاراضي بجد من اكتر الاماكن اللي ممكن تطلع منها صور حلوه. فانا يعني انا كنت ناوي النهارده اجي اصور صور عاديه، وفي نفس الوقت كنت حابب اخد شويه شوتات كده، يعني شويه فيديوز بتوثق او بتعبر عن الريف. وفي نفس الوقت خطرت لي فكره وانا جاي في الطريق دلوقتي، وهي ان انا اشارك حاجه لها علاقه بتصوير امبارح. يعني انا امبارح بعد ما رجعت من السكن ورجعت على البيت، المفروض ان انا كان في فيديو هصوره يعني عن الادمان. يعني مش سر طبعا، يعني كده كده الفلوج ده هينزل بعد ما فيديو الادمان هينزل يعني، فهو مش سر ان انا يعني اطلعكم على اسم الحلقه يعني او اسم الموضوع اللي انا شغال عليه. فالمهم يعني ان انا صورت الفيديو امبارح، لان فيديو الادمان ده انا كنت صورته قبل كده، كنت صورته الاسبوع اللي فات، يعني الخميس بتاع امبارح ده لا اللي قبله. بعد ما صورته يعني، وللعلم انا بصور في بيتي في البحيره. المهم يعني بعد ما صورته ورحت اسكندريه، انا يعني بحب ان انا اعمل مونتاج في نص الاسبوع كده. فجيت في نص الاسبوع وبعمل مونتاج، فاكتشفت ان في حتت في الفيديو الصوت فيها مش موجود، او هو اكشولي في صوت بس مش الصوت بتاع النيك مايك اللي انا ببقى لابسه. يعني هو اصلا بيبقى فيه نيك مايك انا لابسه، ده اللي بريكورد بيه الصوت، وبيبقى فيه اصلا الكاميرا فيها مايك وهي بتريكورد صوت معين، ده بيبقى اسمه الانترنال مايك بتاع الكاميرا، غير بقى الاكسترنال مايك اللي بيبقى متركب هنا، وده اللي بيبقى صوته نقي وكويس جدا. فالمهم ان انا اكتشفت ان الصوت في حتت معينه في الفيديو مش متسجل غير بالانترنال مايك بتاع الكاميرا. وطبعا ده قفلني جدا، لان فيديو الادمان ده بالتحديد انا كنت عايزه يطلع بكواليتي كويسه جدا. ففكره ان يبقى في حتت في الفيديو الصوت فيها مش متسجل يعني زعلتني جدا. طب هسجل الفيديو من تاني ولا يعني طب هعمل ايه؟ فبصراحه ما كملتش مونتاج لحد ما قعدت ورقت مع نفسي كده، وبعدين قلت طب ايه المشكله اما يبقى ريكوردد حتت معينه في الفيديو تبقى ريكوردد بالانترنال مايك بتاع الكاميرا. يعني اكيد مش كواليتي كويسه في حتت معينه، بس بشكل عام الفيديو هيبقى كويس. مش منطقي ان انا يعني هصور فيديو تاني يعني هياخد مني وقت علشان 20 ثانيه فيه مش مظبوطين. فبصراحه انا تخليت عن الموضوع ده، وقلت اول ما اروح يعني ايه هظبط الفيديو واعمل له مونتاج، ومش مشكله ان انا اسجله من تاني. مش هحجم نفسي بموضوع البرفكشنزم وان الفيديو لازم يبقى بيرفكت. وبعدين وانا بعمل مونتاج جات لي فكره تانية، وهي هنا طب ليه حته اللي هي الصوت مش متسجل فيها ان اصورها لوحدها في كادر تاني، بحيث ان ده يبقى عنصر جذب للمشاهد. فدي فكره كويسه جدا. يعني انا كنت متضايق جدا ان الصوت مش متسجل كويس، فبعدين جات لي فكره احلى ان انا اصور بكادر تاني وبعدين ادمج الفيديوهات مع بعض، فهتبقى شكلها حلو. وبالفعل عملت ده، وبصراحه انا مبسوط بالنتيجه، احسن من اول اوبشن كان متاح ليا، احسن من ان انا لو كنت سجلت الصوت بالاكسترنال مايك الكويس. فيعني رب ضارة نافعة. احيانا الواحد بيبقى مفكر ان الحاجه اللي بتحصل دي فيها شر او حاجه مش كويسه، بس بجد ممكن تبقى فرصه كويسه لينا ان احنا نعمل حاجه كويسه، او ان فيها خير، او مش شرط ينتج عنها حاجه كويسه، بس على الاقل ممكن ده يكون اختبار ليك عشان تتعلم. المفروض ان انا اصلا يعني بعد كل فيديو بعد ما اسجله اتاكد ان كل حاجه تمام، اتاكد ان الفيديو شغال كويس، اتاكد ان الصوت متسجل كويس مفيش فيه اخطاء، علشان لما اجي اعمل مونتاج ما تصدمش بالواقع المر ده. فيعني بس دي حاجه كنت حابب اشاركها معاكم رغم الرغي الكتير ده. بس يعني فهقوم دلوقتي اخد لي شويه شوتات كده من الغيط وهشاركها معاكم برضو. يعني دول صحابي اللي جايبهم مش حاططهم معايا في الغيط، ما كانوش فارقين بيتاكلوا. منورين يا رجاله الفلوج.
طب ماشي يا جماعه، يعني من وشي يبدو ان في خبر سعيد، بس هو مش خبر سعيد للاسف. وانا بصور وباخد الشتات بتاعت ابو قردان، كنت ماشي يعني جنب الميه، فالموبايل وقع في الميه وانا مش واخد بالي، يعني مركز مع التصوير ونسيت خالص ان الموبايل في الجيب والسوسته مفتوحه، فالموبايل وقع في الميه وللاسف يعني باظ. بس الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله انها ما جاتش في الكاميرا، عشان لو كانت جت في الكاميرا كان زماني رحت فيها يعني، فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل.